مكسب الأهلي من فوز بالثلاثية، صدمة متولي، فسخ عقد الكاف وبي إن سبورت، صدمة القيعي وفضل ظهور سيد عبد الحفيظ. استنوا كل ده بس بعد الانترو بالتفاصيل كلها. اشترك وحط اللايك ودعمني، يا ريت تشترك. وقبل كل ده تصلي على النبي وتنزل تكتب لي في الكومنتات وتصلي على النبي. Audio Jungle. Audio Jungle. اهلا بيكم في حلقه جديده من اخبار الكوره. نبدا باول خبر معانا. تابعنا النادي الاهلي في اخر مباراه ليه في المعسكر الودي قبل التوجه الى مصر، وفاز النادي الاهلي بثلاثيه ومكاسب بقى الفوز بثلاثيه. وطبعا في مكاسب رهيبه في هذه المباراه، واهمها الاطمئنان على الوافدين الجدد والانسجام والحكايه والروايه. رضا سليم وامام عاشور وكل دول لعبوا مع بعض النهارده، وخالد عبد الفتاح اللي كان مصاب لعب النهارده. وحابب افرح جماهير النادي الاهلي ان زعلوك سجل جون، المهاجم اللي بنأمل فيه شاب، وكريم نيدفيد وصلاح محسن والثلاثه اللي قدام سجلوا اهداف. كهربا وزعل صلاح محسن ما نزلش غير دقايق بسيطه، غير 20 دقيقه، وسجل هدف جميل جدا. ده دليل ان صلاح محسن بيثبت قدراته ومهاراته الجديده بعد ما تحسن من الاعاره اللي راح لها قبل كده. واللعيبه ادوا باداء جاي، بس خدنا واحده عين، يعني قر جايه العين من النمسا، من مصر للنمسا، وهي اصابه محمود متولي. ومحمود متولي تعرض الى شد او مزق بقى، لسه هنشوف درجته حسب ما يقول لنا الدكتور تامر ابو العينين. كمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف كل تفاصيل النادي الاهلي. وبنقول لمحمود متولي الف سلام عليه، العين جت جامده واثرت فيه. الف سلام عليه، وباذن الله تعالى يكون احسن من الاول في الماتشات الجايه ان شاء الله. وربنا يحفظه كده ويسلمه من الإصابة، بس كده مش هيلعب السوبر. كنا محتاجينك يا ابني في السوبر. ودي من الخسائر اللي احنا خسرناها. طب ايه المكاسب التانية؟ ان احنا اطمنا على حسين الشحات، واطمنا على امام عاشور، وزي ما بقول لك اطمنا على حسين الشحات، واطمنا على كهربا وصلاح محسن. سيبك من ضربة الجزاء اللي ضيعها كهربا، بس اطمنا عليه، لعب اداء جيد قوي جدا. واطمنا على صلاح محسن، نزل كتلت ساعة وجاب جون واثبت نفسه بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي في مباراة الودية ضد فريق النمساوي. صلاح محسن نزل في الدقيقة 65، شد حلو وظهر وسجل، واطمنا عليه. واطمنا على رضا سليم، الله اكبر، لعب ماتش جميل وعمال يرقص ويراوغ، واستاذ في المراوغات على فكره، هتتفاجئوا بيه. فالمباراة فيها مكاسب كتيرة في الملعب، أهمها إن أنت اطمنت على الصف الأمامي في النادي الأهلي والتشكيلة الأساسية للنادي الأهلي. طيب لايك وشير وصلي على حبيب قلبك يتيب. وضربة موجهة مؤلمة وجهها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لبي إن سبورتس الرياضية، وهو فسخ العقد معاهم. فهي ضربة موجعة مؤلمة. طب حد هيسألني من جمهوري، العقد مستمر مع بين سبورت لغاية سنة كام؟ لغاية سنة 2029 العقد مستمر معاهم. طيب حد يسألني دلوقتي مين المهتم فكر معايا، مين المهتم بالنقل التلفزيوني وعاوز قنواته تلعلع في الوطن العربي كله، ومهتم ان قنواته تبقى مشهورة كده زي بين سبورت مشهورة والكلام ده كله؟ فكر معايا. اقول لك انا SSC الرياضية السعودية. لان خد الانفراد ده انت ما سمعتوش في اي حته، ان الاتحاد الافريقي وقع اتفاقيه مع الاتحاد السعودي لكره القدم، بحيث ان البطولات الافريقيه تتلعب في السعوديه، مثل كدوري السوبر الافريقي والسوبر الافريقي، عفوا مش دوري السوبر الافريقي، السوبر الافريقي يتلعب في السعوديه. وقع معاه اتفاقيه زي ما بين سبورت كان عامل معاه قبل كده اتفاقيه، قصدي الاتحاد القطري لكره القدم. والسعودية رايحة على الكورة، وده حقها من ساعة ما كسبت الأرجنتين، ومعنوياتهم في السماء، وبيعملوا إنجازات عالية، ومهتمين بالدوري، وبيجيبوا لعيبة أوروبيين، وده حقها يعني. وكمان بقى في اهتمام بالكرة واهتمام بالدوري من ساعة ما كسبوا الأرجنتين، والسعودية بتسعى لهذا، ومن ساعة ما كسبوا الأرجنتين. وبتأمل كمان السعودية إن الدوري بتاعها يبقى من أفضل 5 دوريات في العالم. خبر جديد ده. وكل النجوم دلوقتي بيروحوا على السعوديه، حتى خدوا مننا كابتن مدحت شلبي الشهير بشلابوكا، اللي لسه ما سمعناش صوته، مش عارفين هيعلق امتى على مباريات في الدوري السعودي. فالحكايه ان هما دلوقتي كاف فسخ مع بي ان سبورتس الرياضيه. طب فسخ ليه مع بين سبورتس؟ قالك عليهم متأخرات مالية. هل كان الكلام بالشكل ده على طول لما ما يدفعوش يحصل كده يعني؟ لا، بس لما دخل القناة السعودية في الصورة، فبقى بيتلسقوا بقى اللي بين سبورتس على أي حاجة يعني. وهل الكلام كان بيبقى الشكل ده على طول؟ بيبقى فيه متأخرات مالية أفسخ العقد؟ لا، بس هما
الكاف فسخ مباشرة. وعمل حاجة تانية كمان، ان بي بي سي هي بس اللي قالت المعلومة دي، واحنا بننقل عن طريق البي بي سي، قناة البي بي سي، اللي هي ايه، ان الكاف فسخ وهيقاضي بين سبورت بسبب المتأخرات المالية اللي عليه. نخش بقى على حتة سيد عبد الحفيظ وهو اتواجد في النادي الاهلي النهارده. اعلى باللايك يا غالي ويكرمك رب العالمين. طيب سيد عبد الحفيظ لأول مرة ظهر في النادي الأهلي من أجل دعم ابنه يوسف من أجل مباراته ضد بلدية المحلة، اللي هم مواليد 2005، من أجل دعم ابنه في مباراته ضد المحلة اللي أقيمت في فرع النادي الأهلي في مدينة نصر. بس هي أول مرة يظهر في النادي الأهلي بصفة عامة. بكده نكون هنا الفيديو معاكم النهاردة. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على النبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب ويستسقى غما بوجهه الكريم وينال به الرغائب وحسن الخواتيم وعلى لي وأصحابه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على النبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. اتمنى لو وصلت للفيديو الحتة دي انت من الابطال، وتعمل لايك وتكتب عاشر الخطيب في الكومنتات لو اهلاوي اصيل. والله لولا ستر الله ما كانش حد فيكم اتفرج عليا من كثرة المعاصي والذنوب. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، ومتنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك.